أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وفلوق جديد وفلوق رقم 4 مع الأجواء الشتوية هذه الدافئة. ما لنا غير حساء شتوي هكا بنين وسخون ويبرد، ماشي يبرد، يدفي المعدة ويدفي لك الأمعاء. شتو تعبير تولي شاعر في الأجواء الشتوية. اليوم راح نديكم معايا الأجواء الشتوية وراح سوب حساء الدجاج اللذيذ. كيما شفتيو راني قطعت البطاطا والبصل وحطيت كمية من الثوم، يعني حطوا الكمية تاع حق أفراد الأسرة تاعكم على قد ما يأكلوا، ومعهم طرف تاع سكالوب. أكيد راني بجيها نسخن في الماء، من الأحسن الماء تسخنوه أحسن من تستعملوا ماء الحنفية الساخن. يعني كنصيحة ما تستعملوش ماء الحنفية الساخن باسكو يعدي على السخان، والسخان هذاك كي يعدي عليه يهز أشياء وأشياء وأشياء. هذه أشياء علمية كفكرة. أما اللي راح يرافق هذه الشوربة اللذيذة هو سكالوب الباني. كما تشوفوا درت لهم سكالوب، انا ولادي يموتوا على سكالوب باني، بالكبير بالصغير. يعني من الاشياء اللي يحبوها سواء مع البطاطا مقليه ولا معاه كالشوربه، يعني يكون مرافق جيد. كما السكالوب الباني تقدروا تستعملوه في الساندويشات، في الهمبرجر، في التاكوس. يعني افخم المطاعم اهمي همبرجر الباني برك شوف قد ما يكتب لك كريسبي، دجاج كريسبي. هو دجاج كريسبي بنين، وصدقوني كون تجربوه راح يجيكم احسن بكثير من تاع المطاعم، تاكلوه يقرمش. على بها انا سكالوب كيما شفتيو على الاول ترققته على اللي شريته. حضرت كيما شفتيو بيض فرينه وفتات الخبز اللي هي لا شابليو. تقدروا تنكوه بالتوابل اللي تحبوا، كيما توم كيما فلفل. انا نحب نخليه على طبيعته بطعمه، نزيدوا بكميه قليله من الملح. نحب كي ناكل حاجه نسبنها سكالوب ولحمه وشاورما كل شيء بيذوقوا هكا من الأحسن. قالكوا إلى زاد شيء عن حد أكيد قالوا إلى دده، يعني نكتروا من لي زيبيس ومن بعد نقولوا آخ يا مصراني. أنا اللي ما تدو راني نقول آخ يا مصراني. من بعد أجواء الامتحانات راني فريمون خديتها مرضى، ادعوا لي بالشفاء. عفوا مش قريب ولا القولون قال يا جماعة إني تعبان. المهم كيما تشوفوا راني نقلي في الباني هنايا كي تقليوه ما تكونش درجه الحراره عاليه، وكذلك ما تكونش منخفضه باش ما يشربلكش الزيت. ومن جهه اخرى الحساء حطيت له كميه من الجبن. هنايا راني طفيت عليه ورايحه نضحيه. للاسف ما عنديش هنايا ميكسور، لكن شريت ميكسور راح نوريكم في الفيديوهات القادمه. ما نحكيش دوكا على الميكسور، نحكيو على عفوا عن الحساء راح نرحيه في روبو عادي. وراح نصفي البطاطا والجبن والدجاج ونرحيهم. هذه العملية مني نتحصل على الحساء، مني نتحصل على بيوري كما انا ولدي. مش الكل يحبوا الشوربه لا سوب، كاين اللي ما يحبهاش، مالا نحيلو كميه من البطاطا باش كان تحصل على بيوري ياكلوها وتجي لذيذه. مع ان البطاطا طابت مع الدجاج يعني بنينه بالسيف. كاين اللي في الاخر تاني يزيد لها كميه من الشامبينيون، يكون قلاه او في الاول يقليه وينحيه ويحط البطاطا والبصل. هي اهم حاجه في الشوربه هذه هي البطاطا والبصل. يعني كل ما زدتيو كميه البطاطا زيدوا كميه البصل، وما تخافوش البصل راح يعطيها هنايا نكهه لذيذه، وهو اللي راح يمد لها الحلاوه. على خاطر ما راح يتخلى مع البطاطا راح يطلق حلاوته. ولكن ما راكم تشوفوا راني نكمل في الباني تاعي. نحط يعني بالوحده الباني حطيته في الفرينه، ومن الفرينه للبيض ومن البيض لا شابلور. هذه انا ونغلط فيها ساعات هنا باش يكون لك هذيك القشره وباش ما يهزلكش الزيت.
من الاخر القشره تكون منفصله على الدجاج. انا كما تشوفوا ريحته جاتني شويه عاصيه شويه، زدت لها هكا ملعقتين من الكريمه السائله اللي راح تعطيها بنه عالميه خرافيه كما تحبوا. وهنا يا اختي غمسي وكولي واستبني ودفي المعده كما قلت لك. نحب نضحكم انا. وش هي طيبة ونروحوا لتجربة مومنت. بصراحة الزوج قلت له انا حابة نجربها وما بخلش عليا وجابها لي وجربتها وحبيت نجربها معاكم وولادي ودرت لهم كيما تاع المشاهير تك وراح نفتحها معاكم. شوفوا لومبالا، شوفوا التغليف، يعني فخر فخر قسما بالله. الشوكولا هذه فخر صح، سعرها شويه غالي بس كي تجي وتشوفوا مكوناتها حتى يعني لو جربتي ديريها في الدار راح تجيك اغلى بكثير، لانه شوفوا محتواها من الداخل. فيها شوكولا بيضاء، فيها الليمون منعشه لدرجه ما تتصورش. يعني محبين الليمون هذه شوكولا يعني فيري جود، فيري 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 لذيذه. اليوم راني نوع لكم في المفردات. شفتي من هرمون السعاده يا اختي، الشوكولا دير لك هرمون السعاده، نكذبوا على بعض انا. وتاني من الداخل معمره لوز، يعني ما بخلوناش خلاص. شوفوا الطبقه راهي سميكه وطبقه الشوكولا يعني راهي مواتيه وموالمه وبنتها بنه يعني عالميه صح والله العظيم. تستاهل هذيك الرهجه، تستاهل تذوقوها. والسيختو اللي يحب مقرود اللوز فيها النكهه، ما كاينش منها تاع ما فيهاش النكهه. شفت فيديوهات قالوا ما فيهاش النكهه، لا لا فيها النكهه. وهذه كانت تجربتنا اليوم، وهذا كان فيديو اليوم. ان شاء الله يكون كان خفيف ظريف عليكم، وان شاء الله استمتعتوا معنا بالاجواء الشتويه الدافئه. خلاص نور بدات تدير الحس، يعني الفيديو راهو وفى. وهذا وكان فلوج رقم 4 باجواء شتويه دافئه. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش بالجيم واللايك يعني الاعجاب وبالقلوب وبتعليقاتكم الجميله والرائعه اللي راني نقراها كل يوم ورد عليكم واحد واحد. ما علي نقول لكم غير مع السلامه.